أدلت ده كان عيل بائس وشكله وحش، وفي سن صغير شاب يعني شيطان بيضحي بعيلته قدامه، بس قدر يهرب بعجوبة عشان يعيش باقي حياته السودة دي في قرف وعذاب. وعلى مدار ال3 سنين اللي بعدهم كان بيموت من الجوع كل يوم، وهو بيلف ويدور عشان يوصل للراجل الحكيم، وكان كل أمله إنه يبقى أقوى راجل على وش الأرض. بس الحكيم أول ما سمع أمنيته دي قال له: انسى عيلتك الميتة اللي ملهاش أي قيمة دي، وانت هتفضل طول عمرك عيل فاشل وملكش اي لازمه. ساعتها أدلت قعد يعيط وقال انه ما يستاهلش يعيش، والناس كلها ماتت وهو الوحيد اللي فاضل. الحكيم اول ما سمع الكلمتين دول ضربه ضربه في صدره، طير ضلوعه ورماه على الارض وهو بيفرفر ومش قادر ياخد نفسه. قعد يزعق فيه وقال له: ابتسم يلا، وقام ضربه ضربه كمان، وقال له ان الطريقه الوحيده عشان تبقى اقوى هي انك تبتسم وانت بتموت من الوجع. وفضل الحكيم ينزل فيه ضرب وتهزيق لحد ما أدلت اتعلم يبتسم وسط الوجع. ومع مرور السنين بدأ يبتكر أسلحة سرية تكسر قوانين الفيزياء، وقعد يتمرن لحد ما عظمه اتكسر. كل ده عشان يجي اليوم اللي يتم اختياره فيه كواحد من الأبطال ال6 اللي بتختارهم ملوك الحرب، وياخد القوة اللي تخليه يهزم ملك الشياطين لما يرجع للوجود بعد 4 مليون سنة في المستقبل. كانت بطولة اختيار أقوى محارب على وشك إن هي تبدأ، وملك العالم طلع أعلن عن 2 من البشر الخارقين اللي هيتقاتلوا قدام ملوك الحرب، واللي يكسب في النزال ده هيتجوز الأميرة اللي اسمها ناشيتانيا. وهو لسه بيتكلم دخل أدلت عليهم في نص الحلبة بكل بجاحة وقال له: أنا أقوى راجل في العالم. طبعا مفيش حد كان يعرفه، فقام عرض عليهم إنه يتحدى الخارقين الاتنين دول في نفس الوقت. الخارقين طبعا استخسروا يضيعوا طاقتهم مع عيل زيه، بس حراس البطولة أول ما بدأوا يحوطوه أدلت بدأ يحذف أسهمه وخناجره السرية، وجاب الحراس كلهم الأرض في ثانيتين بس. الخارقين هنا قالوا: لأ، ده طلع حد تقيل ويستاهل القتال، وهجموا عليه. بس أدلت استخدم حركاته الرهيبة وقعد يتنطط ويهرب من ضرباتهم القاتلة، وأما طلع من تحت الجاكيتة بتاعته أزايز بنزين ورماها عليهم، وبعدين كشف عن مئات القنابل وقعد يرميها في كل حتة عشان يعمل ضباب يعمي عينيهم، وهم افتكروه ساحر من كتر الحاجات اللي بيعملها. بس هو بيجري قريب منهم عشان يضرب، واحد من الخارقين طير السيف من ايده. طبعا دي كانت جزء من خطته عشان يولع البنزين اللي على وشه وهو عريان ومش شايف حاجه من النار والضباب. أدلت استغل الفرصه وكسر له دراعه ورماها الارض ودشدش له عموده الفقري في نفس اللحظه. اما الخارق الثاني فما قدرش حتى يتحرك خطوه واحده بسبب اشواك السم اللي أدلت كان غرسها في الارض. ساعتها أدلت وقف وصرح بعلو صوته قدام الكل: انا أدلت اقوى راجل في العالم. وسأل الملوك وقال لهم: شفتوا اللي عملته؟ مش انا استاهل اكون واحد من الابطال المختارين؟ بس واحد من الخارقين ضربه ووقعوا على الارض، والجمهور كله بدأ يحدف عليه الاكل والزباله. وفي نفس اليوم بالليل رموا أدلت الفاشل ده في السجن. وبعد شويه وقت جات له بنت شقره وقربت منه وقالت له ان طريقته في مسك السيف والقتال اثارت فضولها، وقعدت تترجاه عشان تمسك السيف بتاعه وتجربه. بس هو حس ان هي بنت مجنونه وغريبه، سلم عليها، فقعدت تساله ازاي بقى قوي بالشكل ده. وهو بيحكي ليها قصته الحزينه والمأساويه، لقاها بتسقف وبتساله: هو انت ليه كل شويه تقول على نفسك اقوى راجل في العالم؟ كشف لها انه محتاج يتم اختياره كواحد من الابطال ال6 الشجعان عشان يهزموا ملك الشياطين اللي هيرجع يتولد قريب. وفجأة اخذ باله وقال لنفسه: هو السحرة اصلا ينفع يتسللوا يدخلوا السجن كده بسهولة؟ ولاحظ ان شكلها شبه الاميرة جدا، بس هي اول ما سمعته قال كده جريت وهربت فورا لانها حست انه لماح وذكائه زيادة عن اللزوم. ولثاني يوم الصبح الملك اصدر عليه حكم بالاعدام جوعا، ونقلوه لزنزانة تحت الارض عشان يقضي فيها ايامه الاخيرة. بس أدلت قدر يعيش ويستحمل لمدة 2 شهر كاملين. كان بياكل بواقي الاكل اللي الحراس بيرموها ليه ويشرب من مية المطرة. ولما كمل 3 شهور دراعه المكسور خف تماما، وقال مع نفسه: خلاص جه الوقت اللي افكر فيه في خطة هروب. وفي نفس الليلة دي والناس كلها عايشة حياتها عادي خالص، السما اتلونت باللون الاحمر وملك الشياطين رجع يتولد من جديد اخيرا. اول ما السما احمرت ملوك الحرب ظهروا قدام أدلت وغرسوا حاجة في جلده، ولما صحى حس بنار وحرقان في ايده، ولما بص لقى علامة الوردة، وده معناه ان تم اختياره رسميا كواحد من الابطال ال6 الشجعان. استوعب ساعتها ان حياته كلها كانت بتدربه عشان اللحظة دي، وقعد يزعق للحراس ويقول لهم: افتحوا لي وطلعوني من هنا. بس البنت الشقرة ظهرت تاني وعرفته بنفسها وقالت له انها الاميرة ناشيتانيا، وورته العلامة بتاعتها هي كمان. وبعد ما وراها العلامة بتاعته فعلت قدرات سلاحها وسيفها اتحول لمئات الخناجر واستخدمتها عشان تكسر وتفتح باب الزنزانة. قالت له: يلا بسرعة
وبعد ما هربوا نشا تانية قامت زقه واحد من البشر الخارقين جوه الزنزانه وقافله عليه، وجريوا هم الاتنين مع بعض. وبعد ما كسروا وعدوا الكوبري لقوا حصانين مستنيينهم عند بوابات الخروج. الخيل بتاعهم نط من فوق الجنود كلهم ودخلوا جوه الغابه. وعلى مدار الايام القليله اللي بعد كده بداوا يتحركوا في طريقهم لجزيره ملك الشياطين، المكان اللي هيتقابلوا فيه مع باقي الابطال السته. وبعد كام ساعه وصلوا لمكان قديم مهجور كان بيقعد فيه أدلت، ولموا حاجتهم وجهزوا شنطهم عشان الرحله. وبعدها على طول بدات الرحله، واكتشفوا ان مفيش حد بيلحقهم او بيجري وراهم. ولما وصلوا لبلده جديده نشي تانية انبهرت وشافتها جميله جدا، لان دي كانت اول مره تخرج فيها بره مدينتها، فقالت تجرب فاكهه جديده وحتى خدت جزر تجربه. وقشرت الفاكهه في ثواني معدوده وقررت توري أدلت سحرها الجبار. وساعتها أدلت فهم ان دي قوه قديسه الشفرات. نشي تانية حبت تتفزلك وتتمنظر باعصابها اكتر، فقامت حتف الشفرات والسيوف عليه. بس أدلت بطلوع الروح قدر يتفادى الضربات كلها، وقعد يزعق فيها ويقول لها اعقلي وفوق لنفسك. وفي الليله دي وهم قاعدين بيريحوا جنب النار أدلت قال لنشي تانية ان لسه فاضل لهم كام يوم عقبال ما يوصلوا لارض الشياطين. وبعد كام يوم وهم داخلين منطقه جديده اكتشفوا ان في ناس كتير من اهل القريه بيلموا حاجتهم وماشيين لمدينه جديده. فساعتها أدلت قال لنشي تانية فتح عينك كويس وخلي بالك ليكون في اعداء مستنينا عشان يصفوا الابطال كلهم قبل ما يتجمعوا مع بعض. نشا تانية اول ما سمعت الكلام ده اترعبت وقعدت تسال نفسها يا ترى هتطلع حيه من اي خناقه ولا هتتنفخ. وهم معديين جوه الغابه لمحوا عيله بتحاول تهرب من القريه بجلدها. فنشا تانية استغربت وقعدت تسال هم بيجروا وبيتسربعوا كده ليه. فالست قالت ليها ان القريه بيهجموا عليها الوحوش المفترسه اللي طالعين من نسل ملك الشياطين. أدلت اول ما سمع كده جرى على القريه فورا، وهو بيدور في دماغه ليكون ده فخ معمول عشان يستدرجهم ويطلعوا بره الغابه. كانت الوحوش الاشكال القذرة دي نازله تقطع في الناس، ووقعوا راجل على الارض ومستفردين بيه. وأدلت وهو بيجري ناحيتهم قال لنشا تانية انا هزاولهم واشتتهم وانتي انزلي عليهم خلصي عليهم وحبطيهم. فقام راشش عليهم سائل وولع شعلة نار في نفس اللحظه، وهم بيتولع فيهم وبيتحرقوا نشا تانية نزلت عليهم ومسحت بيهم الارض في ثانيه. أدلت دخل تاني بسرعه وصفر بعلو صوته عشان يلفت انتباه بقيه الوحوش، وقتل واحد منهم وقعد يتنطط ويفلسع من الباقيين. بس نشا تانية اتدخلت على طول وقضت عليهم كلهم. الوحوش التانية اخذت بالها منها وقامت هجمة عليها، بس أدلت لحق واحد وقتله واداها فرصة تصفي الوحش التاني. وبعد ما كل الوحوش ماتت أدلت قال لها انه مبسوط جدا من مهارتها، وهي قالت له انها تفضل ظهره وسنده على طول. ولما أدلت تطمن ان الكرويين بقوا في امان قعد يسأل يا ترى في حد تاني فاضل جوه. فست من القرية قالت له ان كان في بنت مسافرة ومعدية ثابت جوه القرية، وغالبا الوحوش بتاكل في جثتها دلوقتي. أدلت قرر يروح ينقذها، بس نشا تانية وقفته وقعدت تقول له ما ينفعش تنقذ كل الناس، الاحسن اننا نخلع ونكمل طريقنا لهدفنا الاساسي. أدلت حس ان كلامها منطقي وعقلاني، بس طبعا ما سمعش الكلام وركب حصانه وطار وهو بيقول لها انا هنقذ الكل يعني هنقذ الكل. وهي لسه بتحاول تجري وراه ظهرت وحوش تانية والناس بدات تصرخ وتهرب. جوه القريه أدلت لقى البيوت كلها متدمره ومتبهدله، ولمح رصاصه جوه جثه وحش من الوحوش. استوعب ان الرصاصه دي مضروبه ببارود، وقال اكيد البت المسافره دي هي اللي ضربته وموتته. وبعدين لقاها واقفه جوه القريه ولمح انها انقذت جرو صغير، واول ما بص في وشها قال في نفسه دي اجمل بنت شافتها عيني في حياتي. البت اول ما لمحت أدلت قالت له هو وشك الاخضر ده نتيجه عمليه تجميل باظت منك، اهرب يا حبيبي من هنا احسن لك. أدلت خاف تكون بتتكلم بجد، فقرر يعرفها بنفسه وقال لها انه واحد من الابطال السته الشجعان. قالت له ان اسمها فلامي، وبعدين ضربت عليه نار فورا. ولحسن حظه قدر يتحكم في الحصان في اخر ثانيه، وهي كانت بتجهز البندقيه عشان تضربه برصاصه ثانيه. سالته بشك وقالت له هو انت جاي تقتلني؟ بس هو قعد يشرح ليها ويقول لها افهمي احنا في فريق واحد وبنحارب نفس العدو. بس هي ما صدقتش ولا كلمه من كلامه، وكانت شايفاه بياع كلام ومش بيطلع من بقه كلمه بجد. على الناحيه ثانيه ظهر فارس قدام نشا تانية جاي من مدينتها كان اسمه جولدوف، وقال لها انه تم اختياره عشان يكون من الابطال الشجعان، وكشف لها عن العلامه بتاعته وقال لها انه جاي خصيصا عشان يحميها، وقال انه وصل للبنت اللي قتلت ابطال ومحاربين كتير. نشا تانية استغربت وسالته من دي، فطلع رصاصه وقال لها القاتله دي اسمها فلامي. وفي نفس الوقت فلامي كانت نازله تهزيء وشتم في أدلت، وقالت له انه زباله وقذر ومالوش لازمه عشان يتجرأ ويدخل بطوله الشعائر اللي في المدينه، وقالت له انه يستاهل رصاصه تطير مخه الفاضي ده بسبب الجريمه دي. أدلت حاول يفهمها انه بيستخدم كل سلاح لصالحه، بس هي شافته بكده جبان اكتر واكتر، وقالت له انها قديسه البارود وانها
وانها رايحه تحارب ملك الشياطين لوحدها، وزعقت فيه وقالت له يبعد عن وشها وما يمشيش وراها، وقامت ضربه طلقه في الهواء عشان تخض الحصان وجريت على طول. ساعتها أدلت خفف الاحمال على الحصان ومشاه وقعد يجري ورا البنت، وهو بيجري جوه الغابه ومحتار هي راحت فين. لمح اثر اقدامها وبدا يتتبع خطواتها، وبعدها بشويه سمع صوت حركه شجره وافتكرها مستخبيه فوق شجره، بس اكتشف بسرعه انها كانت معلقه حجرين عشان تزاوله وتشتته. قرر يطلع فوق الشجره وبص بالمنظار بتاعه فلمحها مستخبيه بين الشجر والاعشاب. هي استغربت وزهقت وقالت ده جابني ازاي ده كمان. بدات تجري اسرع وافتكرت انها زوغت منه، بس أدلت طلع لها فجاه قدام عينيها وهي قاعده تسال نفسها هو ساحر ده ولا ايه. بس راحت وجهت البندقيه في وشه وامرته انه يغور بوشه الاخضر ده بعيد عنها، بس هو قال لها انها محتاجاه وانها عمرها ما هتقدر تقتل ملك الشياطين لوحدها ابدا. هي طبعا ما اكلش معاها الكلام ده، وقالت له ان هي تقدر تطير سنان القذره دي، وان الابطال التانيين حتما هيقتلوها لو حاولت تعمل فريق معاه. أدلت شاف ان كلامها مالوش معنى، بس هي استفزته فغمت سيفه وحطه في جرابه. ففلامي قالت له روح دور لك على اي ترعه ولا بحيره اغرق فيها احسن لك، وقامت جاريه تاني. بس أدلت طبعا مش بييأس، قام رامي قنبله فرقعت ودخانها عماها، وفي نفس اللحظه غفلها وسرق شنطتها واعلن نفسه رفيق سفرها الجديد. وهي قعدت تتحزن وتقول هو العيل المريب ده طلع لي منين بس. ساعتها بدا يرجع لورا وقال لها انه هينقذها ويحميها لو الابطال التانيين حاولوا يقتلوها. حاولت توجه السلاح عليه وهو ماشي، بس قررت تسيب حياته وتوفر الرصاص، وخافت لا تضيع الرصاص على الفاضي وقررت تمشي وتتابعه. في الوقت ده ناشي تانيا وجولدوف لمحوا وحش، وجولدوف اكتشف انه مش قادر يخترق درعه الجامد. ناشي تانيا جهزت اشواك وخناجر عشان تقتله، بس الوحش قدر يهدي حركته ويفرمل، وهي حست انها فرطه. لحسن الحظ جولدوف ثبت الوحش في الارض، واول ما الاشواك اختفت طلع وحش جديد قدامها فتسمرت مكانها من الصدمه. بس جولدوف نزل عليه بضربه غشيمه خلصت عليه تماما. وفي اللحظه دي لمحوا حصان أدلت، وجولدوف لقى رساله متعلقه فيه، ولما ناشي تانيا قرأتها عرفت انها من أدلت، وكان بيقول لهم يكملوا طريقهم لارض الشياطين من غيره هو وفلامي. في نفس الوقت كان أدلت وفلامي ماشيين جوه الغابه، وكان أدلت مصمم ومصر انه يفضل جنبها وما يسيبهاش، بس هي قالت له انهم في الاخر هيقتلوا بعض، وقالت ان قدرها ومصيرها المحتوم انها تقتل ملك الشياطين. كلام هذا طبعا ما اثرش فيه ولا فرق معاه في حاجه، وقال لها انهم محتاجين باقي الابطال. وفي اللحظه دي لمحوا من بعيد ارض الشياطين. أدلت حس ان الناس هناك ممكن يكونوا في خطر، فجري وطار على هناك فورا. وبعد فتره قصيره وصلوا للقلعه، ورجع الشنطه الفلامي، ولما قعد يزعق ويعلي صوته عند البوابه طلع له مجموعه من الحراس وقعدوا يسالوه بحده فهو مين، فعرفهم بنفسه وقال لهم انه واحد من الابطال الشجعان المختارين. واحد من الحراس قال له ان في بطلين تانيين وصلوا من كام يوم بس مشوا وراحوا المعبد. وفي اللحظه دي البوابات اتفتحت وطلع القائد بتاع نقطه الحراسه وسلم عليهم ورحب بيهم. وهم طالعين لبره القائد حكى لهم ان في جنود كتير اتقتلت على ايد الوحوش وما فضلش جوه القلعه غير شويه ناجين، وقال لهم ان الوحوش اجتاحت القريه على امل انهم يصفوا الابطال ويقتلوهم قبل ما ملك الشياطين يموت، وان املهم الوحيد انهم يحبسوا الوحوش دي جوه الغابه بواسطه حاجز وهمي كان عامله الملك القديم. وقال لهم ان الحاجز ده ينفع يتفعل من جوه المعبد، والمعبد ده متامن باسوار دفاعيه جباره عملتها قديسه الملح، وامر الوحوش ما تقدر تدمرها ولا تهدمها. وقال ان اول ما كل الابطال يتجمعوا مع بعض محارب واحد فيهم هيقوم بتفعيل الحاجز ده من جوه المعبد، فيقوم حابس الوحوش جواه للابد. بس لو فشلوا يحققوا الهدف ده ملك الشياطين هيمسحهم كلهم من على وش الارض. أدلت شاف ان الكلام ده منطقي جدا ويدخل العقل، بس قعد يفكر مع نفسه يقول يا ترى الابطال التانيين هيكون عندهم الشجاعه الكافيه عشان يقفوا قدام ملك الشياطين. ولما القائد كشف عن محراب قال لهم ان في نسخه طبق الاصل منه محطوطه جوه المعبد، وانهم لازم يغرسوا السيف جواه علشان الحاجز ده يتفعل. أدلت قرر يجرب ويفهم الفكره وحس انه استوعب اللعبه ماشيه ازاي، وبعد كام ساعه قرروا يمشوا من القلعه ويتوجهوا للمعبد. أدلت قعد يسال نفسه يا ترى ناشي تانيا وصلت المعبد خلاص ولا لسه، وكان بيتمنى انهم يقدروا يحموا فلامي مع بعض، بس فلامي كانت متاكده ومقتنعه انهم هيحاولوا يتخلصوا منها ويقتلوها. وقالت لأدلت، بس أدلت عمل نفسه مش فاهم حاجه وقال لها ان عمره ما يتخلى عنها. وفجاه وبسرعه البرق زقها على جنب وانقذها من رمح كان رايح يرشق فيها. اول ما ظبطت وقفتها واستعادت توازنها وجهت بندقيتها وضربت نار على ناشي تانيا ففرتكت شفرتها ودمرتها في ثواني. ناشي تانيا قعدت تصرخ وتزعق لأدلت وتقول له اجري، بس هو انقض وهجم على جولدوف قبل ما يلحق يقتل البنت. ناشي تانيا ضربت انوار صغيره اتحولت لاشواك ضخمه، بس فلامي قدرت تطير وتعدي
حد من فوقهم وفرقعت درعها قبل ما تستخبى وتاخد ساتر. أدلت قدر يكتب جولدوف ويحجمه وقعد يصرخ في البنات عشان يوقفوا ضرب وقتال، بس نشتانيا على طول جهزت دفاع جديد. أدلت لما شاف ان المهزله دي زادت عن حدها سحب سيفه، بس جولدوف ضرب السيف وطيره من ايده. فضلت قام رامي تراب وعفره في وشه عشان يعميه، وفي نفس الوقت كانت فلامي بتحاول تفجر جولدوف. أدلت قام رامي حجر عليها فخلاها تخسر هدفها. جهزت رصاصه تانية عشان تضرب نشتانيا، بس أدلت امرهم كلهم يقفوا وقال ان فلامي مش عدوتهم ولا حاجه، دي واحده منهم وبطله زينا. وعشان يثبت كلامه قرر يكشف عن علامتها وقعد يستغرب هم ليه بيضربوها ويهجموا عليها من الاساس. نشتانيا كشفت سر وقالت ان دي القاتله المأجوره اللي كانت بتنفذ الاعدامات وتقتل المحاربين الشجعان من مدن مختلفه. ففلامي اعترفت وقالت انها فعلا هي كده، وانها ناويه تقتل كل بطل من الابطال الشجعان واحد واحد. ولما أدلت تستغرب وسالها هي ليه بتقتل المحاربين، قالت له ان دي اسرع طريقه عشان تصحي ملك الشياطين. جولدوف شاف انها تستاهل الاعدام بعد الاعتراف ده، ونشتانيا جهزت نفسها عشان تنهي حياتها وتقتلها، بس أدلت وقف في طريقهم عشان يحميها ويغطي عليها. بدأ يقول انها مستحيل تكون عدوتهم لانها واحده منهم، وقال ان اكيد عندها سبب يخليها تحاول تصحي ملك الشياطين. ففلامي اكدت انها بتعمل كده فعلا، فأدلت قال لها انه واقف في ظهرها ومساندها وهيدعمها لو نشتانيا كملت هجوم. جولدوف شاف ان أدلت موته افضل واوفر وجاهز ينهي حياته في ثانيه، بس نشتانيا قررت تستسلم وتكبر دماغها وخفت الاسهم والاشواك بتاعتها. وبعد كام دقيقه أدلت تقترح انهم يكملوا طريقهم للمعبد، وقرروا يتحركوا. وهم جوه الغابه لمحوا طيور ضخمه في السماء. أدلت بص بالمنظار واكتشف انهم مش طيور ولا حاجه، دول وحوش طائره. وفي اللحظه دي اخذ باله انهم بيرموا متفجرات جوه الغابه. خافوا للانفجار يجي عليهم فبداوا يجروا، بس فجاه لقوا جيش كامل من الوحوش واقفه قدامهم. وأدلت فهم انهم بيحاولوا يعطلوا حركتهم ويهدوا سرعتهم. بامر من نشتانيا جولدوف اندفع وجري لقدام وقتل اول وحش وبعدين دمر الثاني. ولما ظهر وحش جبار وضخم قدامه امر الباقيين يمسحوهم ويخلصوا عليهم. جولدوف لبس خوذته، بس اشواك ضخمه دمرت الخوذه تماما. وفي اللحظه دي وحوش اكتر بدات تهجم وتهل عليهم، بس فلامي جابت واحد ونشتانيا دمرت واحد تاني في نفس الوقت. جولدوف قعد يطير في الرقاب ويقطع الرؤوس، وأدلت قتل وحش تاني. ولما استوعبوا ان الوحوش مالهاش اول من اخر ومش بتخلص، نشتانيا امرت أدلت انه يتكل على الله ويجري على المعبد، وقتلت الوحش اللي كان واقف في وشه. أدلت فتح السبرنت وجري باقصى سرعه بيخترق صفوف الوحوش وهم بيتقتلوا واحد ورا الثاني. واول ما ظهر قدام المعبد لمح ست مصابه ومجروحه، بس هي زقته وامرته يجري على جوه بسرعه ويفعل الحاجز. فجري على الباب وحاول يفتحه، بس حس انه مستحيل يفتحه بقوته الضعيفه دي. ومن غير ما يتردد ولا لحظه حط متفجرات على الباب وولع فيها وجري بعيد بسرعه، والباب بيفرقع ويتدمر. اخيرا البوابات اتفتحت وظهر ممر ضلمه. أدلت شك ان الوحوش ممكن تكون مستخبيه في الضلمه دي، فسحب سيفه وخلاه جاهز في ايده. بس فجاه هجم عليه 2 فرسان وفي ثواني معدوده جابهم الارض وقتلهم هما الاثنين. بس اكتشفوا انهم كانوا مجرد دروع فاضيه ملهاش اي اثر لجثث جواها. وقبل ما يستوعب اللي يحصل، الست المجروحه اللي كانت بره اتحولت لشيطان وهربت قبل ما يلحق يقتلها. وفي اللحظه دي بدا ضباب كثيف يظهر ويغطي الغابه كلها. أدلت قعد يستغرب من اللي لحق يفعل الحاجز ده، بس قرر يدخل جوه المعبد على اي حال. واول ما وصل لقى السيف مغروز في القاعده، واستغرب من ابن اللعيبه اللي اتسلل ودخل قبله. وفي نفس اللحظه دي الباقيين اندفعوا ودخلوا عليه وقعدوا يزعقوا فيه ويسالوه انت ليه فعلت الحاجز. أدلت قال لهم انه جه واللي قام اتفعل جاهز وما عندوش اي فكره مين اللي عمل كده. جولدوف خاف ليكونوا محبوسين جوه المعبد، فقرر يلغي تفكيك الحاجز وشد السيف وطلعه بره. بس اتفاجئوا ان الضباب ما اختفاش. استوعبوا انهم ممكن يفضلوا محبوسين هنا للابد. فنشتانيا اتجننت ومسكت السيف وقعدت تصرخ وتزعق بعلو صوتها عشان الحاجز يترفع. وفلامي شافت ان ده مجرد تضييع وقت على الفاضي. نشتانيا من كتر اليأس قعدت تلوح بالسيف في كل ناحيه وكانت هتكسر القاعده، بس فلامي بذكتها وقالت ليها تهدى. في اللحظه دي ظهرت بنت صغيره من الضلمه وقعدت تسالهم مستغربه هم ليه بيزعجوها وبيطيروا نومها. قالت قعد يتساءل هي من دي، فعرفتهم بنفسها وقالت ان اسمها تشامو وانها قديسه المستنقعات وتم اختيارها كواحده من الابطال الشجعان. قالت قال انه اقوى راجل في العالم وحاول يتفزلك ويظهر لها علامته، بس هي قالت له ان قوته اضعف من القشه، واقترحت عليهم ويروحوا يقدموا فلامي على الجرائم اللي عملتها. فلامي وجهت بندقيتها فورا، بس نشتانيا لحقت تشامو ومنعتها تفعل قدرتها. وفي اللحظه دي ظهرت بنت تانية قدامهم وعرفتهم بنفسها وقالت ان اسمها مورا وانها قديسه الجبال، وهي اول واحده وصلت المعبد. وبعدها بثواني كشفت لهم ان في خائن متربص جوه وسطهم، وان في واحد اسمه هانس بيدعي انه بطل من الابطال المختارين هو كمان. الكلام ده ما يدخلش العقل بالنسبه للمجموعه لانهم كده بقوا 7 مش 6. مورا قعدت تسال يا ترى مين المزيف اللي فينا، فقدرت تقترح عليهم ان كل واحد يكشف علامته، وواحد ورا الثاني بداوا يثبتوا انهم
لانهم بجد مختارين. من قرون وفترات طويله قديسه الزهره الواحده كانت مقسمه قوتها ل6 اجزاء عشان كل بطل يشيل حته منها، وعلى مر السنين ما كانش بيتم اختيار غير 6 ابطال بس عشان يحاربوا ملك الشياطين كل ما يصحى. قد تستغرب وقعد يفكر يا ترى القديسه قررت المره دي تختار 7 محاربين بدل 6 بس. مورا قالت ان الكلام ده مستحيل ومش منطقي، واكيد في واحد فينا مزيف وجاسوس. وبعد كام ساعه أدلت وهانس بداوا يلفوا ويدوروا حوالين المعبد عشان يشوفوا لو في اي ثغره او طريقه يخرجوا بيها بره الضباب ده. ولما لقوا نفسهم بيرجعوا لنفس النقطه أدلت بدا يربط حبال بين الشجر، وهانس قعد يعلم على الارض. بس في الاخر رجعوا لنفس نقطه البدايه واستوعبوا ان مفيش اي امل يخرجوا بره الحاجز ده، فرجعوا جوه المعبد. وأدت قال لنشتانيا ان املهم الوحيد عشان يخرجوا هو انهم يشيلوا الضباب. وفي اللحظه دي اخذ باله ان فلامي متكتفه ومربوطه بسلاسل، بس هي قالت له انه يلم عينيه القذره دي وما يبصلهاش. ولما سال لو في طريقه تانية يخرجوا بيها من الغابه، مورا قال ليهم ان كتاب الكلمات المقدسه ما فيهوش اي حل جديد عشان يشيلوا الحاجز، وان الحاجز ده ما ينفعش يترفع غير عن طريق الشخص اللي فعله بنفسه، او لو قتلوه في الضباب هيتفك تلقائيا. اول ما سمعوا الكلام ده أدت فهم ان بني ادم بشري هو الوحيد اللي كان يقدر يفعل الضباب ده، وقال ان في جاسوس وخاين وسطهم شغال لصالح ملك الشياطين. اتشام وقالت ان فلامي هي المتهمه، طرحت يخلصوا عليها، بس أدلت وقف في وشها وقال ان فلامي بريئه ومش هي الجاني. فساعتها مورا اقترحت ان كل واحد يعرف نفسه ويحكي عن حياته وقصته من صغره عشان يمكن يعرفوا مين الخاين لما الكل يعترف ويقول كل حاجه. أدلت قرر يبدا هو الاول وقعد يحكي ويهري في كلام ملوش اي لازمه، خلت الكل يستغرب هو ده ازاي تم اختياره يبقى بطل من الابطال. ولما خلص كلامه بداوا يطلعوا واحد ورا الثاني عشان يحكوا حكايتهم لحد ما جاء الدور على فلامي. ولما مورا شالت الغشاوه والعصابه من على عينيها اكتشفوا ان كان عندها قرن في راسها، فبدات تحكي ليهم ان ابوها كان بني ادم بشري بس امها كانت شيطانه ووحش، وكشفت عن عينها الغريبه وقالت انها اتولدت عشان تكون دميه ولعبه في ايد ملك الشياطين، واخذت قوه القديسه بعد ما امها خطفت ناس وجبرتهم يبنوا معبد للشيطان، وكانت فاكره طول عمرها ان ده صح، وخرجت عشان تصحي ملك الشياطين. بس مورا جابت اخرها وقالت ليها وانت ايه اللي شالب حالك وخلاكي تقلبي وتغيري معسكرك. بس أدلت دخل يدافع عنها وقعد يقول انها في مهمه انتقام عشان تمسح ملك الشياطين وتخرب بيت الوحوش للابد، وبما انها نص بشريه بس فأدلت قال انها مستحيل تكون هي اللي فعلت الحاجز وانها اكيد بريئه. بس هانس كان شايف العكس تماما واقترح يخلصوا عليها ويقتلوها، وقال ان البشريين هم اللي مش بيقدروا يدخلوا المعبد، وبما ان فلامي نص بشريه فهي تقدر تعمل نفس الحاجات اللي بيعملوها وتقدر تساعد الوحوش. ولما فلامي انكرت الاتهامات دي قالت ان يمكن مورا هي المزيفه وان كلامها واعترافاتها كل ده مجرد كده. أدلت اول ما سمع كده استوعب ان المساله مساله وقت وبس، ويمكن هو بنفسه المتهم الجاي، بس كان بيتمنى ينقذ فلامي من الاعدام. في نفس اللحظه تشامو بدات تقول ان فلامي هي الجاسوسه وان قتلها هيشيل الضباب، بس هانس قال لهم ان ممكن فلامي تكون بريئه، وقال ان أدلت هو الجاسوس اللي بيدوروا عليه اكيد، لان فلامي ما كانش عندها اي سبب يخليها تظهر في المعبد لو ما كانتش بطله حقيقيه وهي عارفه ان الابطال هيقتلوها. اما أدلت فكان واثق في نفسه زياده عن اللزوم ومريب، وده يخليه المتهم الاول. فلامي شافت ان كلام هانس يدخل العقل وقالت ان أدلت غالبا شغال مع ملك الشياطين واستخدمها هي مجرد كارت عشان يلفت النظر بعيد عنه.